بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعت لكم تاني بفيديو جديد. النهارده هنتكلم عن الجي شوك موديل اللي هو جي ال اكس اس 5600. الموديل ده غالبا مش هتلاقيه في مصر كتير، بس بصراحة من الموديلات الكلاسيك، يعني هي كاجوال بس يعتبر كلاسيك عشان حجمها صغير. طبعا فيها كل البنود بتاعة الساعات الكاسيو من ناحية توقيتات البلاد، تقريبا فيها توقيت 16 دولة على ما اعتقد. في بقى من مميزاتها اللي بتعجبني فيها جدا الليد بتاعها المعروف، اللي هو الليد الابيض المعروف. تمام، بس تعالوا نجرب كده نشوف فيها حساس الليد ولا لا. ما فيهاش، كان نفسي كان يبقى موجود فيها بس ما فيهاش. تمام، زي ما انتم شايفين هنا برضو انا بيعرض هنا الساعة والتاريخ. عايزين برضو مع بعض نشوف الوزن بتاعها. شوف المكتوب ورا هنا الاول، مكتوب عندك ان هي ضد المية 20 بار، وكاسيو عندك ستانلس ستيل ديت ميد ان تايلاند. الساعة دي بتاعت صاحب ليا من السعودية، او معنى صح قاعد في السعودية يعني، فايه قلعتها من ايده وقلت نصور بقى فيديو. لفتتني يعني. تعال نشوفها كده في اللبس عاملة ازاي. دي في السعودية عاملة 500 ريال، يعني بما يقارب لو قلنا بالمصري داخلالها كده في الايه كده 5000 وثروة، معدية ال5000 جنيه. الحجم بتاعها جميل جدا، يعني الناس اللي بتحب الأحجام الصغيرة. يعني لو قلنا مثلا لو قارناها بالكاسيو اللي هو 159، يعتبر مقارب. شوف الشكل كده، حجمها جميل جدا. بالها قد ايه معاك؟ قد ايه؟ سنتين. على فكرة محمد مدرب سباحة، يعني انتوا متخيلين اصلا الساعة عاملة معاه ايه؟ طلع تاريخها ومرة ما قالت معاه عجبني طبعا الاضاءات الجديدة بتاعت الكاسيو، الليد الابيض احسن من الليد الاصفر بتاعنا اللي احنا متعودين عليه. الظرف بتاعها ما شاء الله جميل جدا، الابزيم نظامه كلاسيك من ورا. نشوف عليه ختم الكاسيو ولا لا، بس هو غالبا بيبقى عليه طبعا. مختومة من هنا كاسيو تايلاند اهو. تمام، والباتش بتاع الجي شوك. عارفين طبعا ماركات الجي شوك كلها جبارة في التحمل عامة. ارزع، خبط، انزل مية، انزل مطرح ما انت عايز، تعيش معاك وتسد معاك. طبعا لو دوسنا هنا ده مكان ستوب واتش، ده التايمر، مش عارف ده ايه. نرجع تاني للساعة. طبعا انا مش عايز ان انا اطول في الفيديو قوي. تمام، احنا زي ما قلنا كده دخلنا على قلبناه على التوقيت الشتوي. دوسنا هنا كان قلبناه على التوقيت الصيفي، وتدوسوا الزرار اللي مش زي الساعات التانية ان احنا نرجع نعمل اعادة ضبط للساعة. طيب كنا عايزين نشوف وزنها كده. يعتبر شفنا كل حاجة فيها. شغل الميزان، ثواني نركب الحجاير. وزنها يكاد خفيف، يعني خفيف على الايد جدا، في نفس الوقت شياك. يا ساتر هو الفيديو رخم شوية، عملنا فيديو خفيف بس قلنا نعمله كده حاجة سريعة عشان وزنها 42 جرام. يعني لو قارناها بوزن الساعة الكاسيو 159 الأصلي طبعا 43 جرام، يعني أخف من الساعة
159. يعني بأمانة حاجة ايه في الخفيف. مش عايزين بقى ايه نطول فيديو. نبص هنا لو في اكواد برضو، في سيريال هنا للساعة طبعا. تمام. في اي سيريال تاني؟ هو يعتبر بس على الابزيم وعلى الايه اخر الجلدة زي ما انتوا شايفين. تمام. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ولو عايزين تعرفوا، يعني انا برضو بعمل فيديوهات ما بذكرش فيها طريقة ضبط الساعة او ما شابه، او مشغلش دماغي. انا بحط في بالي الموديل اللي لسه متشهرش. فلو عايزين ان انا اعمل لكم طريقة ضبطها ازاي، اكتبوا في التعليقات، وان شاء الله الفيديو الجاي هعمل لكم ازاي تعرف تظبط وقت الساعة الكاسيو دي. شكرا.